لو سمحتي تعرفي شارع مصدق إزاي؟ كده على طول في أول يمين. أنتي متأكدة؟ طبعا أنت مش مصدق ولا إيه؟ ولا بهزر، سوري. شارع مصدق من أهم وأشهر شوارع الدقي. بس هل فكرتوا قبل كده مين مصدق؟ هل تخيلتوا إن محمد مصدق ده أساساً إيراني؟ والله زي ما بقول لكم كده. محمد مصدق اتولد في طهران يوم 16 يونيو 1882. بينتمي لعيلة مرموقة من أصول باختيارية، ودي قبيلة في إيران. اتعلم مصدق في طهران وبعد كده سافر باريس عشان يكمل تعليمه في سنة 1909. هناك درس القانون في معهد الدراسات السياسية لمدة 2 سنين، لكن رجع إيران سنة 1911 وده كان بسبب مرضه. بعد 5 شهور رجع مصدق لأوروبا عشان يحصل على دكتوراه في القانون من جامعة في سويسرا، وفي يونيو سنة 1913 حصل على الدرجة دي، وبكده بقى أول إيراني يحصل على دكتوراه في القانون من جامعة أوروبية. محمد مصدق بدأ حياته السياسية في الثورة الدستورية، وده كان من 1905 لحد 1907، وكان عنده 24 سنة بس. في سنة 1906 انتخب نائب عن أصفهان في البرلمان الجديد اللي اتسمى مجلس إيران، لكن ما قدرش يشغل مقعده لأنه كان لسه ما وصلش للسن القانونية اللي هو 30 سنة. في الفترة دي شغل منصب نائب المرشد العام للجمعية الإنسانية تحت إدارة مستوفى الممالك. وفي سنة 1919 سافر لسويسرا عشان يحتج على المعاهدة الأنجلو فارسية، لكنه رجع السنة اللي بعدها بعد ما دعاه رئيس الوزراء الإيراني الجديد حسن بيرنا عشان يتولى وزارة العدل. بعد كده بقى وزير للمالية سنة 1921، وبعدين عين وزير للخارجية سنة 1923، وفي نفس السنة بقى حاكم مقاطعة أذربيجان، وكمان اتعاد انتخابه لعضوية المجلس. في 28 إبريل 1951 الشاه عين مصدق رئيساً للوزراء بعد ما البرلمان الإيراني رشحه للمنصب بأغلبية الأصوات. كان الشاه عارف بشعبية مصدق وسلطته السياسية، خصوصاً بعد فترة من الاغتيالات. مصدق بدأ يعمل إصلاحات اجتماعية كبيرة زي توزيع بدلات بطالة، وأمر أصحاب المصانع بدفع مساعدات للعمال المرضى والمصابين، وكمان خصص 20% من أموال إيجارات الأراضي لمشروعات التنمية زي بناء حمامات عامة وإسكان الريف ومكافحة الأمراض. أهم خطوة بقى عملها كانت تأميم النفط الإيراني. في 1 مايو 1955 أمم شركة النفط الأنجلو إيرانية وصادر أصولها. مصدق كان شايف إن الشركة دي وسيلة بريطانيا للتحكم في النفط الإيراني، وده خلى الأمور تتصاعد بين إيران وبريطانيا اللي أعلنت حصار على إيران وعززت قواتها البحرية في الخليج العربي، ورفعت شكوى ضد إيران في مجلس الأمن. الخطوة بقى اللي عملها مصدق زادت من إعجاب النحاس باشا رئيس طبعاً الحكومة المصرية، خصوصاً بعد معارضة مصدق لمنح الاتحاد السوفيتي ترخيص العمل في حقول النفط، ودي كانت خطوة جريئة جداً ما حصلتش قبل كده في دول الشرق الأوسط. بعد الخطوة دي مصدق زار مصر واستقبله الشعب المصري استقبال غير مسبوق. كان في استقباله النحاس باشا شخصياً، وطبعاً كتير من الشخصيات السياسية، والشوارع اتملت بالمصريين وطلاب الجامعات اللي كانوا فرحانين بزيارة رئيس الوزراء الإيراني. مصدق وصف استقباله ده بإنه فريد من نوعه، وبكى من فرحته. بسبب بقى كثرة الاحتشاد ما قدرش يلقي خطابه اللي كان مخطط له أمام المواطنين، فتم تأجيله وألقاه عبر أثير الإذاعة المصرية في نفس اليوم بالليل. بعد تولي الرئيس جمال عبد الناصر الحكم اقتضى بمصدق وعمل على تأميم قناة السويس وخلاها شركة مساهمة مصرية زي ما محمد مصدق عمل مع شركات النفط الإيرانية. وفي أواخر السبعينات الحكومة المصرية قررت تخليد اسم مصدق وأطلقت اسمه على واحد من أشهر شوارع حي الدقي، تقديراً للرجل اللي كان عارف قيمة الوطن وبيدافع عنه. لو سمحتي كان في شارع كبير كده في مدينة نصر عايز أروحه. هو قالك مين؟